تغطية خاصة لفعاليات معرض الصناعات المعدنية ميتال، ستيل، فابكس، ميدل إيست بمركز مصر للمعارض الدولية. الأستاذ محمد العشري نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العشري الصناعية، أهلا بيك. يا ريت تكلمنا عن المعرض الصناعي اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، عن أهمية المعرض. أهلا بحضرتك. المعرض مهم جدا ان هو بيجمع الناس كلها طبعا، واهم ان هو في موردين جدا من بره مصر. هي دي اهميته، ان هم بيجوا يعرضوا في المعرض، بنقدر نتواصل معاهم. كم دولة؟ من جميع انحاء العالم، من تركيا، من اوروبا، ممكن من امريكا، وجميع مجالات الصناعه في الحديد، بالاخص بالحديد. هو سواء مكن او سواء منتج او سواء قطع غيار للمكن، فكل ده بيفيدنا في المعرض ان احنا بنتقابل كلنا وبنقدر نشوف كل واحد عارض هو عارض ايه، وبنقدر نشوف ايه المنتجات الجديده، ونقدر نشوف نتواصل معاهم في قطع الغيار. احنا ممكن نبعت لهم او ايميلات او مكالمات، بيبقى مش كفايه يعني. فميزه المعارض ان هي بتبقى بنتواصل فيس تو فيس، اللي هو بنقدر نتواصل معاهم وجه لوجه، وان احنا نشوف ايه الجديد موجود عندهم. طب ايه الجديد اللي حضرتك شفته النهارده؟ والنهارده المعرض كويس جدا، وفي ناس كتير من بره مصر، زي تركيا، في ناس كتير من تركيا هنا عارضين ومقدمين منتجات جديدة. في منتجات جديدة بتتقدم، زي في منتجات بتدخل في صناعة القطر السريع، وفي منتجات تقيلة يعني زي الحديد المخصوص، الصلب المخصوص، والسلك، سلك الحديد. ففي مصر تقدر تستفيد منها ولا موجود زيها في مصر؟ لا، مصر تستفيد منها طبعا، لأن مش موجود كلها في مصر، فتقدر تستفيد منها كتير طبعا. طب بالنسبة لمجموعة العشري، هل حضرتك انتم مقدمين حاجة جديدة في المعرض؟ طبعا احنا زي ايه بقى لو سمحت؟ احنا في منتجات جديده قدمناها يا ريت تكلمنا عنها. للشركه، زي بنعمل دلوقتي البي سي واير، اللي هو السلك المسحوب ده بتاع القطر السريع، وبنعمل الفلانكه بتاعت حضرتك شايفاها دي بتاعت القطر السريع، دي اللي بتربط ما بين القضيب بتاعت القطر السريع، دي برضو احنا بننتجها هنا. واحنا المصنع الوحيد اللي في الشرق الاوسط اللي بيصنع الصلب المخصوص في الشرق الاوسط، فاحنا قدرنا ان احنا نصنع الخامه نفسها الرو ماتيريال بتاع، عشان هي ستيل جريد عالي، فاحنا بنقدر نصنعها، وبعد كده بناخد الرو ماتيريال ندخلها نضفلها عندنا في المصنع برضو من ضمن مصانعنا، بنضفلها، وبعد كده بنشكلها في مصنع الدوليه، وبنسلمه من منتج نهائي لوزاره النقل. بتسلمها لوزارة النقل. طيب يعني المنتج ده هيكفي احتياجات مصر كلها؟ ان شاء الله. ولا هتصدر جزء منه؟ لا، من انتاج مصر ان شاء الله كله. بيوفر عملة صعبة قد ايه مصر كانت بتستورد بيها؟ كانت كميات كبيرة، ان هو الكمية المطلوبة تقريبا حوالي 5 مليون قطعة، فلا كميات كبيرة جدا طبعا. تقدر حضرتك تقول لنا كم مليون دولار يعني مثلا؟ مش ارقام بالظبط، ان هي كميات على كذا سنة، فعلى حسب الاحتياج بتاعهم كل سنة بالظبط، فانا هي مش بتبقى مش محسوبة. كلمنا حضرتك عن المنافسة في سوق الحديد في مصر وفي العالم العربي وفي العالم. المنافسة شرسة جدا. وضع الصناعة دلوقتي ايه؟ وضع الصناعة دلوقتي بقى في أحسن شوية، والمشكلة كلها بتواجهنا اللي هي مشكلة العملة، كانت بتواجهنا في الأول، بس دلوقتي الحمد لله الموضوع ابتدى يتحل. والمنافسة طبعا يعني في منافسة كبيرة جدا. في ايه بقى؟ في كل المنتجات، يعني في سواء الصناعة أو سواء البيع المنتج نفسه، سواء السوق نفسه برضو. في ناس كتير جدا وفي منافسين كتير جدا بتواجهك في السوق، سواء تحديد سعر أو فحضرتك لازم تبقي على طول متابعة السوق ومتابعة الأسعار،
ومتابعه على المنتج، لازم تقدمي كل فتره منتج جديد يفيد الدوله ويفيد انا شايفه في 8 رخص مؤخرا للبلت، ده حقيقي. الدوله وافقت عليهم وهتبدا المصانع تشتغل ده فيهم. حقيقي. هل ده هيكفي احتياجات مصر من هو البلت ولا هنبقى محتاجين لسه؟ يعني هنبقى محتاجين لسه طبعا، عشان السوق، احنا سوق مصر هو اكبر سوق في الشرق الاوسط كله او في الاريا كلها، احنا اكبر سوق طبعا في الشرق الاوسط. فاحنا برضو يعني هو الموضوع ده هيسهل شويه وهيبتدي يقلل العمله، ان هو طبعا احنا استيراد البلت في ناس ممكن تستورد 40 ل 50 الف، فدي طبعا مبالغ كبيره، وبنستخدم طبعا 40,000 طن. 40,000 طن بالظبط في الشهر، فده مبالغ كبيره طبعا، وده هيبقى تحمل على البنك طبعا المركزي، وان هو في دولارات وتحويلات، فكل ده هيتوفر طبعا جدا لو احنا فعلا الثمان مصانع انتجوا بكامل طاقه. احنا اكيد هنفضل نستورد على طول، لان مفيش بلد او دوله يعني طبعا بتفضل مفيش بلد في تكفي العالم، احتياجاتها من العالم. مفيش بلد في العالم كله برضه بيحتاج ان احنا نستورد حتى لو كميه صغيره، بس برضه يعني كله بيحتاج لبعض. احنا بنشكر حضرتك جدا على اللقاء المهم ده، شكرا. ان شاء الله يبقى فيه لقاءات اخرى. ان شاء الله.